الافلام اللي بتتعرض في المهرجانات انتاج مستقل، بيبقى انتاج ضعيف، بيحاول ان هو يلاقي فند من اماكن مختلفه، ليه كده روح ارتستيك قوي. يخوفك الدخول في عمليه انتاجيه كده لهذا النوع من الافلام، ولا يمكن بقى المخرج لو اقنعك ما هيبقاش عندك مشكله انك تفكر انتاجه ضخم او شركه انتاجه ايه؟ لا بالعكس، ما باخافش خالص خالص، بالعكس انا ام ويلنج ان انا اشتغل في السينما المستقله، وبحب السينما المستقله جدا. وانا لما اتخرجت، انا خريج مسرح، لما اتخرجت قعدت 4 سنين بشتغل بس مسرح وافلام مستقله، فما كنتش بشتغل حتى تلفزيون. ودايما البارت ده بحاول اخليه بارلل مع البارت الكوميرشال اللي انا بشتغله. فبالعكس بحب جدا ومتحمس جدا لاي فيلم مستقل، لو طبعا المخرج حد لذيذ وحلو التعامل معاه. يمكن هقول لك اللي جاي ايه. احنا دلوقتي موجودين معاك، سيزن رمضان خلص، انت عندك عملت نجاح كبير في فكرة الاوف سيزن، فهل هنشوف حاجة بقى قادمة ولا احنا مع التمن شوية مكملين معاه شوية؟ احنا لسه مكملين مع الثمان شويه، قدامنا 40 حلقه. مستنية بقى. صح صح، هو بدأ امبارح، فالناس مبسوطه متابعه الثمان. وعندي فيلم سينما روسي هيتصور في الامارات العربيه المتحده في دبي وابو ظبي، غالبا على اخر الصيف، على شهر 8 او 9. فدول الحاجتين اللي انا بحضرهم دلوقتي. احنا هنروح لفاصل ويستمر حوارنا مع نيكولا معوض، فنان جميل رائع احنا كلنا بنحبه ومتابعينه، وهتتابعوه كمان الايام الجايه. التمن مستمر، ده في احداث كتيره، لكن احنا برنامجنا كمان مستمر وحوارنا مستمر. خليكم متابعينا لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم وحوارنا مستمر مع الفنان والنجم نيكولا معوض، موجودين معاه من مالمو في السويد، وحوار من القلب. اتكلمنا عن الاعمال، لكن كمان حابين نعرف كتير من الاجواء المحيطه بالفنان، سواء السوشيال ميديا، سواء علاقته بالصحافه وبكل المتابعين والمعجبين. يستمر حوارنا وسعداء بوجودك معانا نيكولا على شاشه النايل سينما، والجمهور المصري اللي بيحبك جدا. ثانك يو، انا اسعد بجد. يمكن هقول لك بقى، السوشيال ميديا للفنان دلوقتي بقت جزء مهم من حياته، المتابعات، التواجد. بتتعامل ازاي مع الجزئية دي؟ بتشوف ان هي علاقات عامة للفنان بتهتم بيها بجزء كبير، جايب حد متخصص يهتم لك بيها؟ قول لي انت بالنسبة لك بتشوف ازاي السوشيال ميديا ليك كفنان؟ ده بقى الجزء الاصعب بالنسبه لي بصراحه، يعني انا حد مش دايما ببقى مهتم بالسوشيال ميديا، مش دايما بشوف سوشيال ميديا. او ساعات الناس بتحس مثلا لما بيكتبوا لي كومنتس وما بردش، ببقى شايف الكومنتس وتمام، بس بالنسبه لي بحس ان ده ما بحبش ياخد وقت كبير مني او ياخد مني وقت يعني. بحاول قد ما اقدر، عشان برضو الناس يعني بتبقى محتاجه انك تردي عليها، تتفاعلي معاها. فهتلاقيني مثلا كل يومين ثلاثه اللي هو ثانك يو فور اول ذا ستوريز، مثلا في ستوريز كتير ما لحقتش اشوفها، بس انا بجد بشكركم. عشان زي ما قلتي دي حاجه مهمه جدا، وبقت اهم واهم في الزمن بتاعنا. بس at the same time يعني انا بحس لما ببقى بمثل ببقى فولي ان في التمثيل، لما ببقى ببقى عايز يعني اقعد مع عيلتي مع صحابي، فما بحسش قوي ان انا لازم اقعد كتير على السوشيال ميديا، بس طبعا مهمه. يمكن انا كان في لقائي مع محمد رمضان، لانه على السوشيال ميديا هو اختار يبقى بيدي جمهوره جزء من حياته اكسبوزد شويه، في اخرين ما بيحبوش. انت بتدي كام في المية من حياتك تبقى اكسبوزد او مفتوحه للمشاهدين؟ لان السوشيال ميديا بتحب الحياه الخاصه اكتر من الاعمال، ودي حقيقه واضحه، ويحبوا الحاجات اللي فيها جدل. انت ممكن تفتح حياتك او تفتح كده شباك على بيتك لغايه اي مدى انك تبقى معاهم في اسفارك، في رحلاتك، في عيلتك، في صورك الخاصه، في ارائك الخاصه؟ عندك النسبه دي بتحطها قد ايه تقريبا؟ بتهيألي 60%، مش اكتر. بس انا خدت بالي اصلا، لاحظت يعني لما بنزل فيديو او صوره مع مراتي او مع بنتي، هتلاقي الناس بتتفاعل بشكل مش طبيعي. يمكن عشان احنا للاسف بقينا في فتره او في زمن العيله ما بقتش فيه زي الاول، يعني بقت العيله مش قوي مع بعض، بقت الناس محتاجه تشوف الدفى ده في العائلات. فبحس ان دي حاجه حلوه طبعا، مع احترامي لكل حد، هو كل حد له الحريه يوري النسبه اللي هو عايزها من حياته. انا ساعات بس ببقى بالمصري كده بكسل، يعني اللي هو لو انا خارج او مسافر مع عيلتي، ببقى اللي هو مش عايز اخد فيديوز بقى وانزل، ببقى مبسوط مستمتع بالوقت نفسه يعني. بس بحب ساعات اشارك الناس، يعني زي ما بحب ان الناس تشوف اعمالي اللي انا بحبها وفخور فيها، برضو انا فخور بمراتي، فخور ببنتي. فبحب برضو اعرف الناس على الحتة دي في حياتي. بس السوشيال ميديا سلاح ليه حدين، لان الحقيقه في خطاب كراهيه موجود جدا. بشكل كبير، بالذات في السوشيال ميديا العربيه والناطقه بالعربيه والناس
الناس اللي بتكتب عربي وبيخشوا في الديانات، الآراء السياسية، فبيبقى الفنان أي كلمة بيقولها بقصد او عن دون قصد او حتى يتم تقويلها، بتخاف ده، بتقعد تحسب حسابات كتير قوي لفكره ان هو يبقى فيه خطاب كراهيه او فيه حتى تاويل حاجه دينيه او حاجه سياسيه؟ بص انا حد في الحقيقه اصلا عندي فلتر قبل ما اتكلم، يعني انا حد بعرف عايز اقول ايه ومش عايز اقول ايه ومش عايز اتكلم في ايه. بس حتى لو انت بتعملي كده هتلاقي ناس داخله على بوست مثلا ملوش اي علاقه، على بوست صوره ليكي مثلا على سات، وداخله تتكلم عن حاجات هم شايفينها مش حلوه في حياتك، بس ما بردش خالص. يعني اللي هو بيتهيألي ده عشان برضو الناس اللي بتتكلم كده على السوشيال ميديا بتتكلم كده عشان هي خايفه ومستخبيه ورا تليفون. يعني لو لقيتيه في وشك هيقول لك انا بحبك جدا مش عارف ايه، هتلاقيه على السوشيال ميديا طالع بيشتم ويصور معاك ويجري وراك يعني، بس هو ممكن جدا عشان هو حاسس ان هو كايند اوف سيف او بروتكتد، يعني ان هو محمي مفيش حد عارفه غالبا. فما بردش خالص على الناس دي، بحس انها بس هي بتبقى عايزه اهتمام معين وانا ما بديهاش الاهتمام عشان ما بحسش ان هي بتستاهل. ما تخشش في قضية جدلية، ولا لما حد يسألك عن رأيك عن موقف لفنان أو موقف ما تحبش إنك تخش في المنطقة دي؟ لا لو عن رأيي وانا عندي رأي معين في حتة معينة هقولها. يعني زي مثلا فيلم اصحاب ولا اعز، انا كنت من الناس اللي بتحب الفيلم كان لازم ابقى في الفيلم اصلا، وقلت انا كان لازم ابقى في الفيلم عشان شفت الممثلين اتهاجموا، وشايف ان ده من غير مبرر خالص. انا معجب جدا بالممثلين اللي في الفيلم، كل واحد فيهم بالنسبة لي ممثل جامد جدا وحلو جدا ومحترم جدا وحابب العمل جدا. فانا كده لا بقول. بس سياسيا ودينيا ما بعرفش اتكلم عشان انا اصلا حد السياسة مش هماني خالص. انا مش مع اي حد اي طرف سياسي في لبنان، بالنسبه لي كلهم وصلوا لبنان اللي هو فيه، فانا مش مع اي حد فيهم. كل الطاقم السياسي بتاعنا ده انا مش معترف بيه اصلا، والناس كلها عارفه ده. بس ما بردش على الناس اللي هي لسه برضو ماشيه ورا سياسي او زعيم معين. ودينيا الناس كلها عارفه قناعاتي وعارفه قد ايه انا بحترم الناس كلها على اختلاف دياناتها. فانا واضح جدا في الحته دي.